يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح السكر على عيون الناس الحلوين اللي مشرفوني من جوه مصر ومن خارج مصر. شرفتوني ونورتوني في قناة شوشو المتواضعة. تعالوا بقى يا حبايب قلبي شوفوا هنعمل ايه. قرنبيط الكمية الكبيرة ديت والفرختين الكبار دول، وكمان معانا واحد برنجان، ومعانا بطاطسيتين كده، ومعانا جزر. وتعالوا هنشوف هنعمل مع بعض ايه. ومعايا فرختين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفرختين دول الفرخة عاملة فيهم 2 كيلو ونص وزيادة كمان. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه، يلا بينا. تعالوا بقى هنا سبت الكل حماتي حماته يا جماعة. اديت لها كده الحاجة دي جاهزة كده وهي قاعدة على ما أكمل بقية المكونات جوه أنا وأم أحمد. هتشوفوها طبعا معايا. حماتي هنا بقى خدت الجزر كده تقشره والبطاطس. تعالوا كده مسكته بقى تقشرهولنا علشان الجزر والبطاطس دي احنا محتاجينها في الأكلة الجميلة الجبارة اللي بتدفي في الشتا ديت يا جماعة. قوموا كده اشجعوا واعملوها لكم، اعملوها حتى لو بنص فرخة موجودة عندكم اعملوها مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يلا بينا يلا بينا. هنا حماتي قشرت البطاطس والبتنجان والجزر كده وقطعته لنا جوانح كده صغير، مش جوانح، حلقات صغيرة كده. وكمان انا غسلت الفرختين وقطعتهم تقطيع صغير جدا. قطعتهم وغسلتهم بقى بخل وملح وليمون ونقعتهم كده شوية. اتنقعوا سيبوهم بقى يشوشوا كده. وتعالي هنا معانا ريم ام احمد اللي انا قلت لكم في الفيديو بتاع امبارح، اللي احنا نزلنا كده على شقتها قعدنا معاها. هنا بقى قمنا انا وهي كده اتشجعنا كده وقلنا ندفي الجماعة دول بحاجة حلوة كده. عملنا ايه؟ عملنا مع بعض مقلوبة يا جماعة. معانا طبعا القرنبيط حاطين له ميه بكمون عشان تغلي كده ونسلق القرنبيط. وكمان ريم بتعمل معانا اللي بتحمر معايا البطاطس والبتنجان والجزر. وانا هنا بعمل التشويحة اللي اشوح بيها الفراخ بتاعتي. هنا ريم متواصلة كده بتتحمر. وهنا كمان اللهم صل على النبي القرنبيط بالسلق، وحطينا الليمونة ديت علشان الحلة ما تزرقش معانا. حطينا شوية كمون في المية علشان الانتفاخات بتاعة القرنبيط وكده. تعالوا كده بقى معايا الحلة دي فيها ايه. جبت بصلاية غسلتها وخرطتها كده ناعم، وفيها ورق لورا وقرفة خشب وحبهان ومستكة اللهم صل على النبي كبابة صيني. كل ده ومعايا فص توم كمان. كل ده شوحته مع بعض. الريحة طلعت كده وفوحت علينا. يلا بينا نصفي الفراخ بتاعتنا كده ونغسلها حلو وننزل على الحلة بتاعتنا دي. يلا نقلبها نهشتكها كده هشتكة حلوة ونسيبها تتشوح مع بعض. يلا هنا ريما هي اللي بتقلب معانا بتشوح الفراخ دي تشويحة حلوة كده، علشان بقى هنغطي عليها ونحط بهاراتنا الأول ونسيبها بقى كده ايه تستوى في عرقها. هتستوى معانا وهتشوفوها وصلت معانا ازاي. طبعا لازم احط الملح بتاعي عشان تستوى فيه، علشان انا هقلب كله ببعض يبقى كل حاجة واخدة الحدق بتاعها. ومعايا كمان 7 بهارات وبهارات فراخ، ومعايا كمان جوز الطيب مبشورة كده صغنطوطة كده وحبة كزبرة ناعمين. وكل ده هقلبه في بعض كويس جدا. ومعلقة فلفل أسمر. هنا ريم بتقولكوا شوفوا يا جماعة الفلفل الأسمر حاطينه كمان بالكيس. يلا بقى هنا خلاص بدأت تشوح معانا نص تشويحة. لسه هسيبها كمان تنزل ميتها وتشرب المية بتاعتها دي كلها وترجع كمان. شايفين المية بتاعتها نزلت ازاي ولسه فيها حمار، لازم تستوي معانا كويس جدا. غطي عليها كده ووارب الحلة بتاعتي شوية. وتعالوا نحمر القرنبيط اللي اتسلق معانا الأول. سلقنا كمية القرنبيط على مرتين، مرة كده اتسلقت وطلعناها والمرة التانية بتتسلق. وكمان شوحنا معانا الجزر أخد تحميرة برضو، والبتنجان والبطاطس وسيبناهم على جنب. يلا بينا وتعالوا نجهز الحلة بتاعتنا. والرز البسمتي كمان أنا غسلاه معايا 1.5 كيلو من الرز البسمتي. غسلته كده ونقعته معانا قيمة ساعة كده علشان يبقى مفلفل كمان وحلو. يلا بينا يلا نجيب الحلة بتاعتنا ونجيب البتنجان ونجيب الحاجات بتاعتنا. نرص البتنجان في القاع بتاع الحلة من تحت كده علشان يبقى الحامي بتاع الحلة بتاعنا. يعني ممكن تحطيه تحت وممكن تحطيه بميلان كده بالقاع بتاع الحلة، بس اللي انت بتحطيه بالطول بيبقى البتنجان اللي هو الطويل. خلاص خلصنا. يلا بقى نجيب حلقات البطاطس كمان بتاعتنا ونرصها كده برضو جنب البتنجان بتاعنا. وكمان رشة جريئة كده من الجزر بتاعنا اللي احنا برضو ايه عاملينه كده. جربوها يا جماعة والله هتعشقوها في الشتاء بالذات، طعمها جميل جدا. وطبعا متوفر القرنبيط والبتنجان والحاجات دي في الشتاء بتبقى حلوة.
طبعًا رحلة يعني مش هنقضّيها بقى شِرا من برّه وكده، إحنا بسم الله ما شاء الله جايبين حاجتنا معانا علشان عاملين حسابنا إن إحنا هنعمل غدانا كمان وإحنا قاعدين. هنا القرنبيط اللي اتحمّر معانا كده برضه بنرصه كده، بنوزّعه كده إيه طبقات، طبقات، وبعد كده هاصفّي الرز بتاعي، بس قبل ما هاصفّي الرز بتاعي هاسيبه آخر حاجة، هاجيب كمية من اللحمة اللي إحنا شوّحناها ديّة ونحطها كمان طبقات. في ناس ما بتحبش القرنبيط جوّه الخلطة ديّة، هنعمل برضه كده حبّة صغيّرين بدون قرنبيط كده. بسم الله ما شاء الله جبنا اللحمة بتاعتنا كمان أهيّة، طبعًا اللحمة بتاعتنا حاطين لها ملحها وبهاراتها وكلّه تمام، تمام، واللحمة كمان استوت معانا، يعني إحنا وصلنا لدرجة إن اللحمة استوت معانا قبل ما نحطها كده. ما ينفعش إن أنتِ تحطّي في الوصفة ديّة لحمة ما استوتش أو نيّة، عشان طبعًا الرز ما بياخدش معانا سِوَى، يبقى حاجتِك مستوية معاكِ متأكدة إن هي استوت معاكِ أو حطيتِ اللحمة، تعالوا بقى نجيب طبقة من البطاطس على طبقة من الجزر كده، وطبقة كمان من القرنبيط ونحط الرز بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، كله يصلي على النبي كده وانزلوا لي باللايكات والاشتراكات عشان يوصل لكم مني كل جديد. حبايب قلبي اللي مشرفيني جوه مصر وخارج مصر شرفتوني ونورتوني في قناة شوشو المتواضعة. جبت هنا الرز البسمتي بتاعي اهوت، انا غسلته طبعا ساعة وسبته معايا. انا كده معايا مصفى بطلع من الرز ده كده وباخد الكمية اللي انا محتاجاها واحطها. أنزل بقى كده معايا بشوية مرقة، مرقة دجاج، ظرفين كده من مرقة الدجاج، ولومي اللي هو المجفف، وكمان هتحطي إيه يا شوشو، هاحط معايا عود قرفة خشب مع إن أنا حاطة، وهاخد شوية مرقة من مرقة الفراخ ديّة هانزل بيها، وكمان هنعمل معانا المحلول بتاع الكركم. يلا بينا تعالوا. معايا هنا مَيّة سخنة، لازم تكون مَيّة سخنة بتغلي، هاقلب فيها الكركم وبعد كده هانزل بقى على الرز. لو انت المَيّة مش سخنة عندك حطي المَيّة على البوتاجاز تغلي وبعد كده قلبي تقلبتين في الكركم. بس أنا عشان طبعًا الوقت ضيّق والمكان ضيّق طبعًا الواحدة يعني بتصرّف نفسها في الحاجات اللي بتبقى زي كده. حطيت المَيّة سخنة كده في الحلة دي ورُحت جاية مقلباها وتعالوا بقى هنا ريم طبعًا بتهز الحلة كده عشان كلّها تتشرب مع بعضها من الكركم وكده يبقى كلّه لون واحد. بسم الله ما شاء الله. تعالى نرفعها على البوتاجاز ونعمل الحلة التانية يلا. الحلة التانية بنفس الخطوات بس بدون قرنبيط، ما حطيناش فيها قرنبيط، حطينا فيها بطاطس والجزر والفراخ والرز واللومي والقرفة الخشب وكله تمام. يلا نغطي عليها ونسيبها وتعالوا نشوف الحلة التانية وصلت معانا لفين. هنا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شايفين البقبقة بتاعتها بتبقبق ازاي، وبسم الله ما شاء الله كله كان مفلفل وكله كان مستوي وحاجة جميلة. يلا يا ابو مهاب اقلب معانا الحلة بتاعتنا نشوف وصلت معانا لفين. كده تمام، ما شاء الله ما شاء الله. أبو مهاب بقى هيمسك لنا الحلة الجميلة دي هيفردها لنا في قلب السفرة ديّة، طبعًا إحنا مش متاح معانا صواني، فهنعمل بقى إيه نتصرف، الجيش بيقول لك اتصرف. هنا الحلة التانية ديّة بدون قرنبيط ومعانا ريم، خلاص بقى قعدت تطبل لنا على الحلة كده إيه بتقول له كويس. ربنا يفرح قلبها يا رب ويفرح كل قلب الحبايب يا رب وما يحرمناش من لمتنا الجميلة دي. قلبنا كده وكمان كان معانا بانيه حمرناه كده علشان الولاد. اللمة حلوة يا جماعة، ربنا ما يحرمنا من بعض أبدًا يا رب. اللمة والصحوبية ولمّا يكون كمان معاكِ صاحب كده مخلص وبيحب بصدق كده ما تفرّطوش فيه. هنا أبو مهاب بيفرّط الصينية الكبيرة ديّة اللي كان جواها قرنبيط، شايفين اللحمة بتفري مستوية، اللحمة بسم الله ما شاء الله سايحة ونايحة كده، تمام. كده أبو مهاب قلّبها، تعالوا بقى ندخل على التانية كده، الست أم عمر كده هتفرّد معانا، شايفين بتفرّد كده بالراحة إزاي. تعالوا بقى يلا كده حبايب قلبي اتلمينا كده واتغدينا واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعكم، واشوفكم مع بعض في فيديو جديد. مع السلامة يا حبايب قلبي.